اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الفل، صباح الهنا، صباح التفاؤل، أو مساء الفل على حسب الوقت اللي هتشوفوني فيه. أنا دلوقتي قمنا من النوم، طبعا فطرنا جهزنا حالنا. بعمل إيه؟ بشرب فنجان القهوة بتاعي. فدي طريقتي في عمل فنجان القهوة، بتطلع بوش وبتطلع جميلة قوي ما شاء الله. فشوفوا معايا أنا بعمل فنجان القهوة إزاي، وبعد كده هنروح نحلي عند العروسة. انا حطيت السكر، انا بحط ربع معلقه سكر ومعلقه ونص قهوه. طبعا انتوا على حسب انتوا بتشربوها ازاي هتحطوا السكر. على حسب اللي بيشربها، على الريحه ساده مانو مظبوطه زياده. انا بشربها كده تقريبا على الريحه، ربع معلقه سكر. وحطيت معلقه ونص من البن. انا البن بتاعي تقيل، ممكن احط معلقه، بس انا بحبها برضو تقيله تاني، فانا بحط معلقه ونص من البن. نوع البن مفيش نوع معين يا جماعة أنا بستخدمه، يعني ملهوش اسم يعني. أنا كنت طول عمري عايشة على عبد معبود، ما بغيروش، وان شربت حاجة غيره ما حبهاش. فأنا قعدت فترة كبيرة قوي بشرب بن عبد معبود، وساعات أبو عوف بس قليل، وبعدين قطعت، حسيته بقى خفيف قوي ومش حلو. فده بن مخصوص حد بيجيبه وبيعمله لنا، والله كان قايل لنا على اسمه برضه، بس عجبنا قوي 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 يعني. حطها طبعا على نار هاديه قوي قوي، وبميه ساقعه، وتظبطوها وتحطوها على احلى حاجه، احلى قهوه تتشرب على نار هاديه طبعا، ما نعليش العين. والقهوه بقى اللي على الرمله بتبقى حاجه تانية يعني فظيعه. كده هديت النار عليها قوي قوي لحد ما تعمل وش. انا بدلقها على مرتين يا جماعه. فدلوقتي مش بستخدم نوع معين، النوع ده حد يعني واحد بيطحنه ويجيبه لنا جميل قوي يعني. هصبتها على مرتين وبوش، والف هنا والشفا على قلوبكم لمحبين وعشاق القهوه يا جماعه. يلا الحمد لله رب العالمين، ربنا يديمها علينا نعمه. اي حاجه اي روتين في حياتنا ربنا يديمه علينا نعمه. بعد كده هنروح نحلي فين؟ عند العروسه. هنا رحنا جبنا تين شوكي واحنا ماشيين. طبعا اختي اللي بتقطعه وما لبستش حاجه، وفضلت ايديها توجعها والشوك في ايديها، بس احنا بقى يعني هي قالت لا انا هقطعه كده. حطيناه في ميه ساقعه وهي قشرته. التين الشوكي ده يعني يا جماعه سبحان الله، سبحان من حببني فيه اصلا. انا ما كنتش بحبه خالص خالص، ولا عمري في حياتي يعني اشوفه كده اقرف. سبحان الله دلوقتي بعشقه بعشقه، ما شاء الله جميل ومفيد جدا وبيروي كده. يعني انا الاول معرفش ما كنتش بحبه ليه، دلوقتي بحبه جدا، ولو قابلني في اي حتة لازم اجيب منه. وما يبقى ساقع كده بقى تحسوا انه بيروي. متقطع ولا هممها؟ ايوه يا عم. بس بعد كده الشوك ملا ايديها والله. لازم نقطع يا جماعة، نلبس يا كيس يا جوانتي، هي ولا لبس الكيس ولا لبس الجوانتي، رغم ان كان في جوانتيات وكياس كمان، بس هي قالت انا هقطعه كده. شايفين ما شاء الله تحفة. الواحدة ب5 جنيه يا جماعة، عندكم بكام؟ اللي مشتركش في القناة ينزل يشترك ويفعل زر الجرس ويعمل لي لايك ويحط كومنت يا جماعة. الناس اللي ما تحطش كومنت حطي كومنت يا اختي انت وهي، مش هتخسري حاجة. وحطي اللايك، حطي اللايك. هنا رحت انا قلت لهم انا هعمل لكم بقى عصير المانجا. بتقطعيها نصين كده بالسكينة وتفلقيها زي ما انتوا شفتوا كده، وتجيبي بقى تكحتي بالمعلقة. في ناس يا جماعة بتعملها بالقشر وبعدين تصفيه، انا ما اعرفش اعملها كده ابدا. وبعد كده تصفي القشر، لا انا دي الطريقة اللي انا بعملها. بقطعها نصين واقعد اكحت بالمعلقة، وبعملها تقيلة، ما بحبش المانجا خفيفة، المانجا تتشرب تقيلة، غير كده لا. انزلي اشتركي في القناة، فعلي زر الجرس، حطي لايك يا حبيبتي. اه انا بعمل زيها، حطي لايك.
انا ماشيه في البيت اصلا رايحه جايه للعيال اقول لهم حطي لايك، حطي اللايك. هنا خلاص قطعت المنجتين. قالوا لي ده الشفشق ده يا مفتريه بياخد منجايه واحده، والله العظيم قطعت فيه منجايتين. انا ما بحبش عصير المانجا الا تقيل. قالوا لي انت عاملاه مهلبيه رغم انه معلش مش عارفه اتكلم، رغم انه خفيف والله. يعني انا ولا عملته تقيل ولا خفيف، هو مظبوط. يقولوا لي هو تقيل، لا والله مش تقيل. بصوا كمان، بصوا احكموا انتوا بقى. اهو مظبوط ولا لا؟ مظبوط. واصب للعيال بقى في الكوبايات الصغيره ديت، قاعدين في الارض جنبنا بياكلوا المقرمشات. هنا بقى رحت حليت باحلى حاجه عند العروسه، الغريبه يا جماعه، تحفه 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 تحفه. والكحك والبسكوت. احنا بنروح عند العروسه عشان ناكل اصلا، صح يا بنتي يا ندى؟ والله بنروح هناك ما شاء الله يعني. بس شويه والحاجات دي هتكون بخ. يلا ربنا يسعدها ويرزقها الذريه الصالحه، يا وكل البنات قولوا امين يا رب.